السلام عليكم، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة. كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم يا رب. النهاردة بقى ايه، جبت شوية حاجات كده. المشتريات كنت ناقصاني. عشان كنت عايزة اعمل اشتغل بعجينة السكر، فجبت الحاجات دي فحبيت اوريها لكم واعرف رأيكم ايه. وكمان الاسعار، نشوف الاسعار اللي ولعت دي. ده رول كده بيفرد عجينة السكر، عجبني فجبته، بس طبعا الفاتورة وقعت مني فناسية بجد الأسعار. وده ستاند كده عامل زي بيقف كده ليه حاجتين كده من تحت زي رجول كده، بنوقفه على الرخامة جنبينا واحنا بنشتغل في تزيين التورت أو الحلويات. بتحط هنا في الإخرام الواسعة دي الإمام بتاعة الكريم شانتيه، علشان تبقى كده حاجة منظمة. وكمان بدل ما تبقى كل لون كده بتبقي عاملة ألوان كتير، بتبقى اما جنبك على الرخامة بتبقى زحمة الدنيا، فبتحطيهم في الستاند ده. وكمان مع الخرام الصغيرة دي. وانا بوريكم الشكل بقى هنا عامل ازاي. الخرام الصغيرة دي علشان البلابل تبقى حاطاها فيها، اللي هي الأقماع اللي بنشكل بيها. وده كمان أشكال من الموس، اللي هو التشيز اللي هو الموس. كذا شكل كده عجبني فجبته. وهنا برضو التاج ده دي تعمل بيه عجينة السكر شكل يعني. ودي كمان فيها 5 أشكال عشان تقطيع عجينة السكر. ودي برضو وممكن تنفع للسابليه. ودي كذا حاجة كده مع بعض عشان تشكلي بيها عجينة السكر. وهنعملها ان شاء الله مع بعض. ودي عاملة زي المكوة كده، بنفرد بيها العجينة برضو. وهنا برضو ده شكل تاني من الاشكال اللي بتقطع عجينة السكر. يبقى عندك كذا شكل. انا حابة ان انا الفترة الجاية ان شاء الله اشتغل بعجينة السكر. وده طقم كده على اسباتولا عشان الشوكولاتة، واحنا بنعمل اشكال الشوكولاتة بتبقى حلوة يعني. ودي كمان دست اللي هو الالوان البودرة. جبت كذا لون هينفعوني. طبعا ما كنتش مش محددة انا عايزة لون ايه، بس قلت اجيبهم هيبقوا هينفعوا. لو لون احتاجته يبقى موجود. وده كيس كده فيه 100 كيس. الكيس اللي هي الحلواني القرطاس يعني، ده اللي بنعمل فيه تزيين، نحط فيه كريمة. وده كمان طوق كده مقاس 16 عشان التورت الصغيرة. وده مولت كده للشوكولاتة. لقيت فيه كذا شكل حلو جدا، بيبقى أحسن من الترانسفير. بيقعد معاكي. الترانسفير بنستخدمه مرة واحدة، لكن ده يعني بنستخدمه بيفضل عندنا على طول ما بيترميش. وده سكرابر. وكمان جبت علبة دي فيها بابا نويل وشجرة كريسمس ورجل التلج. لقيتها ب45 جنيه. فلقيتها أرخص بجد من ان انا اجيب كل حاجة لوحدها. كان بابا نويل عامل 25 جنيه، ورجل التلج برضو حوالي 20، وشجرة الكريسمس تقريبا ب10. لقيتها طبعا حلوة ان انا اجيبها موفرة. وكمان على بعضها يعني احسن من اجيب كل حاجة لوحدها. وهنا علبة سما دي شوكولاتة نوتيلا. بديل طبعا النوتيلا، بس بيضة. أنا عندي اللي هي الشوكولاتة الغامقة. وده كريم كراميل. العلبة ب70 جنيه. ودي محسن كيك جل، نوع مكة أول مرة أجيبه. الراجل قال لي كويس يعني فجبته. وكمان جبت ايه تاني، جبت كيلو من الكريم شانتيه، وتقريبا بحوالي 190. عايزة أعرف بقى الأسعار عندكم أعلى من عندنا، ولا يعني المكان اللي انتوا بتجيبوا منه أرخص، ولا أنا جبت غالي ولا رخيص. وجبت كمان كيلو من السبونج ب60 جنيه. وجبت البلبلة دي. وجبت هنا دي نجوم كده ذهبي وفضي. وده الورق اللي هو الذهبي. القطة بتاعت البنات بقى مش ساكتة عمالة تجري ورايا. هشيلها ترجع تاني. وجبت ايه تاني، انا بقول لكم على الاسبونج غالي جدا. بقى ب60 جنيه، كنا بنجيبه ب30 وب40. ربنا يرحمنا يا رب من الغلاء اللي احنا بقينا فيه. اول مره اجيب الشوكولاته دي بقى، اجيب يعني باكت على بعضه 2 كيلو ونص. قلت ينفعني بدل ما كل شويه اجيب ربع في ربع او نص ب195. وكمان جبت ربع كيلو كاكاو اسباني. آه
هقطعها كده مكعبات واشيلها بقى في علب، اللي احتاجه على قد ما اطلع، اللي احتاجه اطلع على قد ما انا عايزه. وكمان جبت الخمس علب دول بتاع المولتون كيك، العلبة ب9 جنيه. لكن لو جبت اكتر دستة بتبقى ارخص شوية، حوالي جنيه. وجبت كيلو من العجينة السكر، نص ابيض ونص اسود. طبعا لو بتجيبي الالوان ب45، والابيض السادة، الالوان السادة يعني، ابيض او اسود، بيبقى ب40. انا جبت كمان السبرينكلز ده ب9 جنيه. فالراجل لما خدت نص ونص حسب لي النص على 23. ده علبة سي ام سي عشان كريم عجينة السكر. وده علبة كلافز. عايزة اقول لكم بقى خلي بالكم من المقاسات، لان الكلافز ده بيبقى مقاسات. كنت جايباها قبل كده من شهر 10، وبعدين لقيت الجلافز واسع عليا، بقيت احط كده استك في ايديا فضايقني. فكلمت الراجل، بصراحة الراجل طلع محترم وذوق جدا، وقال لي خلاص ما فيش مشكلة، تعالي بدليه. فبدلته. انا كنت جايباه ب160 جنيه. عايزة اقول لكم اني خلي بالكم ان ده مقاسات يعني. جبت علب للتورته وعلب جاتوه. العلب لقيتها ب3.5 بتاعة الجاتوه. وعلبة التورته مقاس 30 في 30 ب4 جنيه. اول مرة اجيب العلب دي. دايما بجيب العلب اللي هي الغالية، اللي بتبقى شفافة كده من الوسط. العلبة بتعدي فوق ال40 جنيه. فقلت لأ، دي يعني لو حد طلب مني حاجة اونلاين تبقى برضه تكلفتها قليلة. وجبت رجل التلج دوت ترانسفير وبابا نويل، الورقة ب4 جنيه. دي الحاجات اللي انا جبتها. اتمنى يا رب الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسونيش بقى في لايك ودعوة حلوة منكم. وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب ما تكونش ضيفة تقيلة عليكم. ان شاء الله هنعمل كده مع بعض بعجينة السكر، ونستخدم الحاجات اللي انا جبتها دي، لان بصراحة كنت محتاجاها. كل سنة وانتم طيبين، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، ومع الف سلامة.